إذاعة مرسال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استفتحنا في الدرس الذي سبق كلاما عن حديث الأعمال بالنيات، أحد أعظم الأحاديث المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتعلق بأصل الأصول وأعظم قواعد الإسلام، وهو إخلاص الدين والعمل لله تبارك وتعالى، وتصحيح القصد والنية في ذلك. وذكرنا في آخر ما ذكرناه أن النية في الاصطلاح الشرعي تطلق بمعنيين اثنين. لما نسمع كلمة النية أحيانا يكون المراد منها النية التي هي تحقيق الإخلاص لله عز وجل، وأحيانا يكون مراد منها النية الفقهية اللي هي قصد القلب إلى العمل. فعندنا النية التي بمعنى الإخلاص، وأن الإنسان لا يريد بعمله إلا وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وعندنا النية بالمعنى الثاني وهي النية الفقهية، سنتكلم على كل من النيتين. أما النية الأولى اللي هي بمعنى الإخلاص، أن الإنسان لما يعمل العمل يعمله لوجه الله عز وجل لا يريد به غير ذلك، وسميت هذه النية إخلاصا من الخلوص. الشيء الخالص هو الذي نقي من الشوائب، ومن أسماء الذهب الخلاص، يعني الصافي الذي ليس فيه ما يشوبه. فالنية بهذا المعنى هي أن الإنسان إذا قام لعمل من الأعمال الصالحة يقوم لذلك العمل لا يريد به إلا وجه الله جل وعلا وثوابه والدار الآخرة، لا يريد به مدح الناس ولا ثناءهم، ولا يريد به غرضا من الدنيا ولا غير ذلك. فكمال الإخلاص لله عز وجل هذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على هذا المعنى. وهو من أعظم الأغراض اللي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخليقة، ومن حق الله عز وجل على العباد أن يخلصوا له في الأعمال ولا يشركوا معه غيره سبحانه وتعالى. الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني أن يكون الدين اللي هو العمل والعبادة لله جل وعلا لا لغيره، لأن الله تعالى هو الذي تفرد بالخلق، وهو الذي تفرد بالرزق، وهو الذي تفرد بالهداية والإعانة، لم يشركه أحد في ذلك. إذن ينبغي أن لا يشركه أحد في العمل، لأن الأعمال هي شكر نعم الله تعالى علينا، ولم ينعم علينا بهذه النعم إلا الله جل وعلا. فلماذا يشرك معه غيره في العمل؟ لماذا يصرف العمل لغيره سبحانه وتعالى وقد انفرد بالخلق والرزق؟ وهذا هو معنى الحديث القدسي العظيم في هذا الباب الذي خرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: فأنا بريء منه وهو للذي أشرك، يعني يعمل عمل لله ولغيره، يشرك مع الله غيره، يقول هذا العمل لله وحتى يقول الناس عني أني عابد، الأمرين يعني، أو أحدهما يغلب أحدهما على الآخر. الله يقول: أنا أغنى الشركاء، لا يقبل الله جل وعلا كما أنه لم يرزق أحد معه، لا يقبل أن يشركه أحد فيكون شريكا معه في القصد، فيقول تركته وشركه. يعني يقول يوم القيامة، يقول للعامل الذي أشرك مع الله غيره، يقول له: اذهب إلى الآخر ليثيبك، هذا الثاني الذي عملت له، الناس الذين رأيتهم، المصالح الدنيا التي عملت من أجلها، أعمال الآخرة، اذهب إلى هؤلاء تجد عندهم الثواب إن وجدت، أما عندي فلا أقبل إلا ما كان خالصا لي. هكذا يقول ربنا جل وعلا.
ولذلك كان هذا الأمر اللي هو إخلاص العمل لله جل وعلا من أعظم المقاصد وأعظم الأغراض. لا بد أن الإنسان يذكر نفسه به ويمره على قلبه في كل حين. قال بعض السلف قال: كنت أرى أن الحديث يحتاج إلى نية، يعني طلب العلم وطلب الحديث يحتاج إلى نية، وهذا صحيح. لكن بعد ذلك إيش قال؟ قال: فوجدت أن كل حديث يحتاج إلى نية. معنى ذلك أن على الإنسان أن يحضر هذا المعنى في نفسه دائما إذا أراد أن يقوم للعبادة، يجرد العمل لله تبارك وتعالى. وإذا قال قائل: طيب إذا كان هذا هو الإخلاص وهذا هو شأنه، فكيف أعرف أني مخلص؟ وش الشيء الذي أقيس به أنني مخلص ولا غير مخلص حتى يتحقق الإخلاص؟ ما حقيقته؟ الجواب أنه ينبغي أن ينظر في خلوص أعماله عليكم السلام ورحمة الله، من 4 أشياء. إذا خالط واحد من تلك الأشياء ال4 عملك فإنه ينافي كمال الإخلاص لله عز وجل، وهذا من تسميته إخلاصا. احنا قلنا إخلاص لأنه يخلص العمل من الشوائب. ما هي الشوائب التي إذا خالطت العمل خرج عن كونه خالصا؟ الجواب أنها 4 أشياء ذكرها السلف رحمهم الله في تفسير قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني ثواب أعمالهم يأخذونه في الدنيا، في الآخرة ليس لهم إلا النار. من هؤلاء؟ السلف رحمهم الله ذكروا في تفسير هذه الآية 4 أشياء إذا خلص منها العمل يصلح أن يقال هذا عمل خالص لله جل وعلا. ذكروا أولا الشرك بالله وصرف العبادة لغيره، وهذا أعظم ما ينافي الإخلاص، لأن هذا الشرك وكفر بالله عز وجل، صاحبه حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فأول درجة من درجات الإخلاص ينبغي أن يقف عليها المخلص هي أن يتحقق سلامته من الشرك بالله عز وجل وصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. عابد غير الله لا يسمى مخلصا، يسمى مشركا. إذن هذا الأول. الثاني قالوا مما يدخل في هذه الآية مراءة الناس، أن يعمل العمل ليراه الناس ويسمعوا به ويثنوا عليه. بعض الناس يتصدق ليقول الناس إنه محسن، فلان مولا خير، لأنه يتصدق. وبعض الناس يصلي ليثني الناس على صلاته وحسنها. وبعض الناس يجاهد في سبيل الله ليثني الناس عليه بالشجاعة. وبعض الناس يقرأ القرآن ويحسن قراءته به ليعجب الناس ويثنوا عليه بذلك. كل هذا مراءة للناس ومناف لإخلاص العمل لله جل وعلا. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرائي الله به، ومن يسمع الله به. يعني من يريد من الناس أن يروه يعاقبه الله جل وعلا بنقيض قصده، يرائي الله جل وعلا به. ومن يسمع يعني يريد من الناس أن يتسامعوا بحسن عمله يعاقبه الله كذلك بنقيض قصده. وهذا من أعظم ما يبطل الأعمال ويفسدها، اللي هو مراءة الناس والقصد بالعمل إلى التزين في عيونهم وفي كلامهم. والذي ينبغي هو أن يكون قصد الإنسان من العمل ثواب الله وليس ثناء الناس. الأمر الثالث الذي ينافي الإخلاص هو أن يعمل العمل من أعمال الآخرة، من الأعمال الصالحة، يريد به الدنيا لا يريد به وجه الله. ومعنى يريد به الدنيا يعني يريد به منفعة من منافع الدنيا، مال ولا منصب، أو يريد به غرضا من الأغراض، هدية مقابل، يكون شيئا ماديا ملموسا من متاع الدنيا. وهذا هو الفرق بينه وبين الرياء. المرائي وش يريد؟ ثناء الناس، لا يريد شيئا ملموسا، يريد ثناء الناس، هذا شيء معنوي. لكن الذي يريد الدنيا بالأعمال الآخرة وش يريد؟ يريد شيء ملموس، مثل الذي يصلي كأن يكون مكلفا بإمامة الناس، لكنه لا يصلي إلا من أجل المال. إذا أعطي صلى، إذا لم يعطى لم يصلي.
هذا وش أراد به؟ هذا هل صلى لله؟ صلى من أجل العمل، صلى من أجل المال. بعض الناس أيضا يعمل عملا من أعمال، أو انتبهوا إلى أن المقصود ليس أعمال الدنيا. أعمال الدنيا يراد منها الدنيا، هذا هو السبب الذي جعله الله لذلك. قم بعمل من أعمال الدنيا، تجارة ولا صناعة ولا حرفة، تريد المال، هذا مشروع، ومع النية الصالحة يكون عبادة كما سيأتي. لكن الأعمال التي شرعها الله تعالى ليعبد بها، ليتقرب إليه بها، ليكون ثوابها الأجر الأخروي، هذه لا يشرع أن يجعل الإنسان غرضه منها الأجر المادي، يؤذن من أجل الراتب فقط، ولا يصلي بالناس من أجل الراتب، أو أنه يدرس القرآن ويعلمه وليس غرضه إلا الدنيا، أو أنه يحسن الصلاة مثلا لينال منزلة عند صاحب العمل، كان يكون رب عمله اللي هو المسؤول عن العمل يكون إنسانا صالحا يحب المصلين، فهو يحسن صلاته لينال رضا المسؤول وترقية أو وظيفة عنده. هذا أيضا من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا من مبطلات الأعمال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى. عبد الدينار والدرهم هو الذي يعمل ولا يريد إلا الدينار والدرهم، والواجب هو أن الإنسان يريد بعمله الثواب، لا يريد بعمله الدنيا. إذا أراد بعمله الدنيا وش يحصل؟ أبطل عمله، ومعنى كونه أبطل عمله يعني لا ثواب له عند الله تبارك وتعالى أبدا، لأنه وش أراد الدنيا وقد أخذها، لا ينتظر أن يجد ثوابا عند الله، وهو إنما عمل من أجل الدنيا. هذا الثالث. والرابع وهو أخفاها وأكثر الناس يغفلون عنه وربما يقعون فيه من حيث لا يشعرون، هو أن يريد منفعة العمل الصالح المعجلة في الدنيا. وش يريد؟ منفعة العمل الصالح المعجلة في الدنيا. الله تبارك وتعالى جعل للأعمال الصالحة ثوابا معجلا، أليس كذلك؟ بعض أعمال البر فيها ثواب معجل، فيها منافع معجلة. فمثلا الإنسان الذي يزكي ماله ويتصدق، من ثواب ذلك المعجل أن الله تعالى يحفظ له ماله وينميه له، ولذلك سميت الزكاة زكاة، لأن الزكاة هو زكاة الزرع. العرب يقولون زكى الزرع يعني نمى، فالنماء في الخير هو الزكاة. فالله جل وعلا جعل من أسباب نماء المال ومن الثواب المعجل عليه كون المال الله يحفظه ويبارك فيه وينميه. طيب لو جاءنا الإنسان الآن يخرج الزكاة لا يريد بذلك ثواب الله في الدار الآخرة أبد، ما خطر على باله أنه سيثاب يوم القيامة إن زكى أو يعاقب إن فرط. وش الذي خطر على باله؟ البركة في المال، النماء، أن الله يصرف عنه الآفات. هذا وش ثوابه؟ الأجر يوم القيامة ولا نماء المال فقط؟ هذا لا أجر له في الآخرة، مع أن قصده هو شيء شرعي اللي هو مذكور في النصوص الشرعية النماء، لكن لا ثواب له، يغفل عنها الناس. هذه الله تعالى جعل من أسباب، مثلا من أسباب ترك الظلم، من أسباب أكل الحلال البركة في الأولاد، السلامة في الأولاد. فبعض الناس تجده يترك الظلم ويترك السرقة وأكل الربا، لا يريد بذلك الثواب في الآخرة، إنما يريد أن يحفظ الله له ماله وولده. ومن الكلمات الشائعة عند الناس أنه لما يعرض له باب من أبواب الحرام يقول لك إحنا بالحلال ما ربحناش، نربحه بالحرام، كأنه يريد أن يقول أن غرضه الأساسي هو الربح، مع أنه هذه كلمة حسنة، دافع من دوافع ترك المحرم، وهذا شيء حسن، لأن ثواب الأعمال الصالحة كما قلنا لها ثواب معجل. لكن الخطأ ما هو؟ الخطأ أن يجعل الإنسان قصده الأول هو منفعة العمل في الدنيا. الله لم يجعل الأعمال الصالحة من أجل منفعتها في الدنيا، لا بد أن يكون القصد الأول هو ثواب الله والدار الآخرة. والمؤمن يعلم مع ذلك أن للعمل الصالح ثوابا معجلا لا يضره ذلك، لكن وش الذي يضره؟
لما يجعل قصده الأساس منافع الدنيا. لما تجد بعض الناس يحرص على صلاة الصبح لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني الله يحفظه ويكلأه، فهو يحرص على الجماعة في صلاة الصبح لا لثوابها عند الله، ولكن طلبا للمنفعة المعجلة اللي هي الحفظ. هذا غلط وخطأ، والواجب أن يعمل بقصد وجه الله والدار الآخرة. فلو وفق العبد المؤمن إلى العمل الصالح سالما من هذه الشوائب الأربعة، سلم من الشرك، وسلم من قصد مراءة الناس، وسلم من قصد المنافع الدنيوية، وسلم من قصد منافع الأعمال الصالحة المعجلة. هذا هو الذي جعل عمله خالصا لله تبارك وتعالى. إذا وقع في واحد من هذه الأربع فقد شاب عمله وحكمه مختلف. وش حكم الذي يخلط عمله بواحد من هذه الأربع؟ درجات، الأحكام مختلفة. الذي يخلطه بالشرك ما حكمه؟ بطل عمله؟ لا، بطلت أعماله كلها واستوجب النار والعياذ بالله. لا نقول بطل عمله، نقول بطلت أعماله كلها، لأن الشرك، الكفر بالله عز وجل، هذا أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليحرص العبد المؤمن غاية الحرص على أن يلقى الله جل وعلا سالما من الشرك بأنواعه كلها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي هو الرياء، إذا وقع فيه المؤمن أو العامل وش يحصل؟ هذا يبطل عمله. لا نقول تبطل أعماله، ليس مثل الأول، هذا يبطل عمله الذي رأى فيه. صلى هذه الصلاة رياء، بطلت تلك الصلاة، لا ثواب له فيها. تصدق اليوم رياء، لا ثواب له، لكن لو أخلص وتصدق من غد مخلصا يثاب على ذلك. إذن الرياء يبطل العمل فقط، ولا يبطل الأعمال كلها، إلا إذا عرض له الرياء أثناء العمل ودافعه. إذا عرض له أثناء العمل ودافعه وجاهد نفسه على إخلاص النية لله، هذا عمله إن شاء الله يصح. لكن الذي يقوم للعمل ابتداء وقصده مراءة الناس، هذا الذي بطل عمله. لكن قد يحصل للإنسان أنه يقوم للعمل ابتداء قصدا للثواب وقصدا لطاعة الله، ثم في أثناء العمل يوسوس له الشيطان بالرياء. الواجب أن يدفعه عن نفسه ويجتهد في تصحيح نيته. فلو أنه بعد أن عرض له الرياء استمر فيه، عجب الحال، قال له الشيطان: الناس ينظرون إليك ويثنون على صلاتك، وكمل في هذاك الطريق، هذا أبطل عمله. لأن بعض الصلاة منبني على بعض، إذا بطل آخرها بطل أولها. مثل اللي ينتقض وضوءه في آخر الصلاة تبطل كلها، ليس كذلك؟ نفس الشيء، يعرض له الرياء ثم يستمر، أبطل عمله. لكن لو عرض له الرياء ودافعه وجاهد نفسه وغالبها على إخلاص النية، عمله إن شاء الله يصح، بل قد يكون زيادة في ثوابه بسبب عبادة المجاهدة، لأنه جمع بين الإخلاص وبين مجاهدة النفس على تحقيقه. فإذا حكم الرياء، العمل إذا خالطه الرياء حكمه أنه يبطل، العمل يبطل إلا إذا عرض له، مش قام له ابتداء، لم يعرض له ابتداء في أصل العمل، إنما عرض له في أثناء العمل ودافعه، فهذا إن شاء الله صلاته وعمله صحيح. الثالث اللي هو العمل من أجل الدنيا، ما حكمه؟ هذا قلنا أخفاها وأصعبها، هذا أحكامه أيضا تختلف، وهذا عند العلماء أصعب وأعظم من الرياء. الناس كثيرا يعرفون الرياء، لكن هذا الثاني يغفل عنه. لماذا أصعب من الرياء؟ قالوا لأن الرياء أولا معروف عند الناس، ناس كامل تعرف الرياء وتسمع عنه، وأيضا يعرض في أعمال ويخفى ويزول في أعمال، اليوم يرائي غدوة يخلص. لكن العمل من أجل الدنيا إذا وقع في القلب قد يبتلى الإنسان أنه عمله كله وحياته كلها تروح على هذا المنوال، مثل الذي مثلا يحتاج إلى هذا كثيرا أئمة المساجد ومدرسو القرآن ومعلمو العلم الشرعي، هؤلاء أحوج الناس إلى هذا، لأنه قد يكون وظيفته هي أن يصلي بالناس. المجاهد أيضا الحاج
قد تكون وظيفته أنه يصلي بالناس، وظيفته أن يقوم بهذه العبادة، هذا لابد أن يجاهد نفسه على أن يكون قصده الأول ليس هو الدنيا، الثواب الدنيوي، قصده الأول عبادة الله وطاعته والتقرب إليه، ويجعل المنفعة الدنيوية تابعة في القصد. بهذا المعنى اللي هو يجعل القصد الأول العمل الأخروي، الثواب الأخروي، ولا الثواب الدنيوي، بهذا القصد اختلفت أحكام هذا النوع اللي هو العمل من أجل الدنيا، وصارت أحكامه على درجات. من ابتدأ عمله من أجل الثواب الدنيوي هذا حكمه حكم الرياء، وش هو؟ بطل عمله، مش أعماله، بطل عمله، العمل الذي يعمله لأجل الدنيا بطل. لكن قد يكون الإنسان ليس يعمل فقط من أجل الدنيا ابتداء، وإنما يعمل من أجل الله عز وجل، من أجل المثوبة عنده، يجعل هذا قصدها الأول، ويجعل معه في القصد ثانيا الأجر الدنيوي، فهو يجاهد ويصلي ويزكي ويحج ويعلم القرآن، كل ذلك يجعل في قصده أمرين، الأول هو الثواب، والثاني المنفعة الدنيوية، الأجر الدنيوي. هذا عمله صحيح ويؤجر عليه، لكن ينقص من ثواب عمله بقدر ما خالطه من النية الأخرى، ينقص من ثواب عمله. الله تعالى جعل من منافع الحج التجارة، جعل من منافع الغزو الغنيمة، جعل من منافع مثلا الإمامة والأذان الأجرة التي يأخذها الإمام أو المؤذن. هذه الأمور إذا كانت موجودة أصالة في القصد تنقص العمل، تنقص ثواب العمل وأجره. ولذلك تجينا المرتبة الثالثة اللي هي الأكمل والأفضل، أن يجعل العمل لوجه الله جل وعلا خالصا، ولا يضره بعد ذلك أن يعلم أن من ثواب العمل كذا وكذا من المنافع، وهو مستمر على العمل سواء حصلت المنفعة ولا لا. فالمثال الذي يصلي بالناس، المثال الذي ذكرناه، يصلي بالنس تراويح مثلا، أو يصلي بالناس الصلوات الخمس، هو يؤم الناس سواء كان سيعطونه ولا لن يعطوه، يأخذ الأجر ولا لن يأخذ أجره، أعني يأخذ ولا لن يأخذ، هو سيقوم بالعمل لله ولا يبالي بما سيأخذ بعد ذلك، لكنه يعلم أنه سيأخذ، وهذا الشيء الذي سيأخذه أو سيقبله ليستعين به على الطاعة، لا ليجعله قصده الأول من الطاعة. هذا عمله كامل وثوابه تام لا ينقصه شيء. وهذا مثاله الشهير اللي يحتاج إليه الناس كثيرا، أو كثيرا ما يسأل عنه يشكل على الناس، هي مسألة الرقية. جاءت في بعض الأحاديث الرخصة في أخذ الأجرة على الرقية، والرقية من أعمال الآخرة، وجاء في بعض الأحاديث النهي عن أخذ الأجرة عليها. اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، ومن أصح ما قيل في ذلك هو التفريق، هذا اللي ذكرناه، التفريق بين من يعمل ليأخذ ومن يأخذ ليعمل، هذا الفرق. من يعمل ليأخذ أجر الدنيا هذا غير جائز، لكن من يأخذ ليعمل هذا جائز وثوابه محفوظ. يعني يعمل ليأخذ الأجرة الدنيوية، هذا لا ثواب له، أبطل عمله، كان ما يعطيوهش ما يعملش هذاك العمل، كان ما يعطوهش ما يرقيش، هذا لا ثواب له عند الله، أجرته ما أخذه من المال. لكن بعض الناس يأخذ ليعمل، يعكس، يأخذ الأجرة ليستطيع أن يتفرغ للعمل الأخروي، مثل اللي يصلي بالناس. هل يستطيع أن يتفرغ أحد ليؤم الناس الآن في هذه الأيام؟ يستطيع أن يتفرغ ليؤم الناس في الصلوات ويخطب بهم في الجمعة ويقوم على شؤون المسجد وهو لا يأخذ أجرة؟ غالبا لا يستطيع. فلذلك هو وش ينوي؟ هو ينوي أنني أنا أريد أن أتفرغ لخدمة المسجد، لخدمة المصلين، لإمامة المصلين، وسآخذ ما أخذه لا بديلا عن الثواب، وإنما استعانة به على أجر الآخرة. هذا هو الجائز والذي لا يبطل العمل. إذن فرق بين من يعمل ليأخذ وبين من يأخذ ليعمل.
وبهذا صار العمل من أجل الدنيا كم درجة في الثواب؟ 3 درجات. درجة يبطل العمل، يبطل ثواب العمل، ودرجة ينقص، ودرجة لا تضر. اللي يبطل هو الذي عمل بقصد الأجرة الدنيوية، واللي ينقص هو الذي شرك النيتين، جعل نيتين معا، ينقص من ثوابه بقدر ما نقص من نيته. والذي لا يضره هو الذي جعل القصد خالصا للعبادة، ويعلم أن ما يأخذه من ذلك هو ثمرة من ثمار الخير والبر المعجلة، فيتصدق ويحسن ويتجنب الظلم ويتجنب الربا ويحرص على أعمال صالحة، كل ذلك طلبا للثواب، وهو يعلم أن الله جل وعلا سيعجل له الحياة الطيبة. الله تعالى قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنحيينهم حياة طيبة. يعلم أن الله سيحفظه في ولده، وسيبارك له في رزقه، وسيصرف عنه الآفات، لكن كل ذلك هو لم يفعله لهذه القصود. هو سيعبد الله ويخلص له، حصلت هذه القصود ولا لا؟ لكن قصده الأول ثواب الله والدار الآخرة. هكذا فليكن العمل الصالح لله عز وجل. وهذا الأمر لما كان عظيما وخفيا، أعني هذا الثالث اللي هو الأمر الدنيوي، لما كان خفيا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في الحديث، قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم جاء المثل الذي يوضح المقصود. قلنا الأول هو القاعدة، اللي بعده الشطر الثاني هو المثل. وش هو المثل؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة عبادة من العبادات، وهي ترك بلد الكفر الذي يعجز عن إقامة دينه فيه إلى بلاد الإسلام، يترك بلاد الكفر اللي شعارها الكفر مهاجرا إلى الله ورسوله إلى بلاد الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني طاعة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ليقيم معه يتعلم منه الدين وينصره. قال: فهجرته إلى الله ورسوله، يعني تحسب له الهجرة بثواب كامل على ما نواه. قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني هذا شخص هاجر، الهجرة عبادة، لكن لم يعمل الهجرة لقصد ثواب الله عز وجل والدار الآخرة، وإنما قصده الدنيا يصيبها، كأن يذهب لتجارة ولا يذهب لمنصب عمل أو لغير ذلك، أو لامرأة يتزوجها، يريد أن يتزوج امرأة شرطت عليه أن يقيم معها في بلد الهجرة. في الهجرة في زمن الرسول كانت للمدينة، فلو كان هو مثلا في مكة أو في غيرها من البلاد والمرأة في المدينة، وسافر هاجر إلى المدينة ليتزوجها لأنها شرطت أن يقيم معها هناك، وش الحكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني لا يحسب له أنه هاجر لله ورسوله، وإنما هجرته لذاك الغرض الذي طلبه. وهذا الذي قلنا إن صاحبه لا يأخذ من ثواب ذلك العمل إلا ما نواه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. قد يقول قائل: هذاك التفصيل اللي ذكرتموه، عمل يبطل، عمل لا يأخذ ثوابا، عمل يأخذ ثوابا بقدر ما شرك من نية، ما دليله؟ نقول توجد أدلة جزئية، لكن الدليل الجامع في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. نوى ثواب الدنيا له ثواب الدنيا، نوى الأجر والمثوبة عند الله له الأجر والمثوبة عند الله. نوى الأمرين، يأخذ من كل شيء بقدر ما نواه، يأخذ من كل واحد منهما بقدر ما نواه. هذه إذن درجات العمل باعتبار الإخلاص وأحكام تلك الدرجات. درجات العمل باعتبار الإخلاص وأحكام تلك الدرجات بين من يبطل الأعمال كلها أو يبطل ثواب العمل، وهما الدرجتين الثانية والثالثة، أو أنه ينقص ثواب العمل اللي هي الدرجة الرابعة، ليعمل من أجل منفعة الدنيا. قد يكون حصل منفعة الدنيا، أما في الآخرة فلا ثواب له، ويجمع ذلك كله كما قلنا قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. فإذا هذا شأن الإخلاص.
وهذا قدره بالنسبة إلى الأعمال. ولو نظر الإنسان في هذا وتدبر يجد نسأل الله السلامة والعافية أن كثيرا من أعمالنا مدخولة. ومن هنا خاف الصالحون على أنفسهم، من هنا خاف الصالحون على أنفسهم، لأن أمر النية عظيم ودقيق، والنفس هذه تنازع الإنسان وتتقلب به، ولا يشعر الإنسان، قد يظن أنه مخلص وهو على غير ذلك. كان الإمام العظيم الجليل سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا سفيان الثوري رحمه الله جبل من جبال العلم والزهد، جبل من جبال الإيمان والخشية، وهو من أجل شيوخ الإمام أحمد. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما في نفسي أعظم أجل منه وأعظم، يعني لم يكن يجل أحدا في نفسه كإجلاله لهذا الإمام الجبل. وش يقول؟ يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب عليه. إذن الأمر شديد وعظيم، ويحتاج أن الإنسان يوقف نفسه لما يريد أن يعمل، يسأل نفسه: أريد الله ولا أريد ثواب الدار الآخرة؟ ويسعى ويجتهد في أن يبذل الأسباب التي تعينه على تحقيق الإخلاص لله عز وجل. وكل شيء له أسباب، كل مطلب له أسباب. الإخلاص، إخلاص العمل لله جل وعلا أعظم المطالب، وله أسباب جليلة عظيمة ينبغي الإنسان أن يأخذ بها. من أعظم أسبابه مثلا أن الإنسان يتعلم الإخلاص، يقرأ عن الإخلاص، يسمع دروس عن الإخلاص، يعرف ما هو الإخلاص، كيف هو، يسمع فضله، يعرف ثوابه، يعرف عقوبة المرائين، وما أعظمها وأشدها من عقوبة. جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يقضى بين الناس في ثلاثة من الناس. من هم؟ ما ذكر رؤوس الشرك ولا صناديد الكفر، قال: أول من يقضى بينهم ثلاثة: واحد مجاهد، والآخر منفق متصدق، والثالث من أهل القرآن. المنفق المتصدق يؤتى به يوم القيامة، الله تعالى يعرفه نعمته عليه. قال في الحديث: يؤتى به فيعرفه نعمته عليه، فإذا عرفها قال: ما عملت فيها؟ قال: ربي تصدقت فيك، ما تركت وجها من وجوه الخير إلا تصدقت لك فيها. قال: فيقال له: كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، عافانا الله وإياكم. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: فيؤتى به فيعرفه نعمة الله عليه. وش جاب النعمة هنا؟ لماذا يعرف بالنعمة قبل أن يبين له الرياء؟ وش المناسبة؟ النعمة؟ لا، ليس هذا. ليس هذا. نعم، احنا أشرنا إلى هذا في أول الكلام. ويقول: وفقه الله للعمل. هو يقول الله تعالى يعرفه نعمته عليه، يقول: أنعمت عليك بكذا، تذكر هذه النعمة اللي أعطيتك إياها، تذكر هذاك الأمر، رزقتك من المال، أعطيتك من كل أنواع المال. أو يقول للقارئ القرآن: وفقتك لحفظ القرآن، أعنتك عليه، سهلت لك أمورك. يقول للمجاهد الغازي: أعنتك، أصححت بدنك، رزقتك ما تستعين به على طاعتي. هذا يرتبط بما ذكرناه سابقا، أن الذي أنعم هو الذي يستحق أن يعبد. هذا الثاني الذي رأيت به عملك، ما الذي فعله حتى يستحق أن ترائيه؟ الناس هذوك اللي تريد أن يمدحوك على الصدقة، ماذا قدموا؟ أعطوك، هم اللي أعطوك المال حتى ترائيهم بالمال. المال أعطاك الله إياه، القرآن الله تعالى اللي أعانك على حفظه، بدنك الله تعالى الذي أصححه لك، لماذا إذن ترائي غيره؟ فإذا الله تعالى هو الذي أنعم، إذن لا ينبغي أن تصرف العبادة لغيره. فالقصد أن الإنسان يتخذ من أسباب تحقيق الإخلاص أن يتعلم الإخلاص وفضله، ويتعلم عقوبة الرياء وشدة إثمه. هذا أمر أول. وأمر ثاني عظيم أيضا هو أن يتدبر عظمة الله جل وعلا وحقارة من يرائيهم بعمله. الله جل وعلا الذي بيده مقاليد الأرض والسماء، الله تبارك وتعالى الذي بيده الثواب والعقاب. يوم القيامة من رضي الله عنه دخل الجنة، من لم يرضى الله تعالى عنه دخل النار. الناس هؤلاء الذين ترائيهم ماذا يملكون لك؟ ماذا سيقدمون لك؟ يستطيع أن يثيبك؟ يستطيع أن ينجيك من العذاب؟ ما يقدم لك شيئا. إذن لماذا ترائيهم؟ لماذا تترك الله الخالق الرازق الذي بيده مقاليد الأرض والسماء
وتصرف العمل لغيره وهم لا ينفعك، هو نفسه لا ينفعها. وما الذي يترتب؟ طيب أثنوا عليك ومدحوك، وش استفدت من هذا؟ ما الذي يترتب؟ اليوم يمدحونك وغدا يذمونك، فمغبون حق مغبون من يصرف أعماله لهؤلاء المخلوقين الضعفاء المتقلبين. اليوم يمدحك غدا سيذمك، اليوم ترائيه بعملك وغدا سيطعن فيك بذلك العمل الذي رأيته فيه، لأن الناس متقلبون. فكيف تترك الله جل وعلا الكريم وترائي بالأعمال المخلوقين؟ إذا تأمل الإنسان عظمة الله وجلاله وأنه هو المستحق لأن يعظم ويفرد بالعبادة، وينظر إلى أحوال الناس وتقلباتهم وفقرهم وحاجتهم وضعفهم وأنهم لا يملكون له شيئا، هذا يجعل القصد إلى الرياء في نفسه بأحط المنازل. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه منبها إلى هذا المعنى، قال: إذا أحسن العبد صلاته حيث يراه الناس وأساءها إذا خلا بنفسه، قال: فتلك استهانة يستهين العبد بها ربه. يعني لما يراه الناس يصلي صلاة حسنة، يطول الركوع السجود، يحسن القيام، ولما لا يراه الناس يكربع هذه الصلاة كيفما تهيأ، يعني يصلي صلاة بإسراع ولا خشوع ولا حضور قلب ولا شيء. هذا والله تعالى ينظر إليه في الحالين. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: تلك استهانة استهان العبد بها ربه. فإذا لو كان تعظيم الله جل وعلا في القلب وقع موقعه ما حصل من الإنسان هذا، بل يحرص على العكس. والعكس هذا الذي نذكره هو السبب الثالث المعين على الإخلاص، وهو أن يحرص الإنسان على أن يسر عمله، يحرص على أعمال السر، على أعمال الخفاء، يحرص على أن يكون باطنه خيرا من ظاهره، يحرص على أن تكون صلاته في السر أكثر من صلاته في العلن، وصدقته في السر أكثر من صدقته في العلن، وصيامه الذي لا يعلم به الناس أكثر من صيامه الذي يطلع عليه الناس. وهذا من أعظم الأعمال المعينة على الإخلاص، لأن الإنسان فيه يقوم ما يراه أحد. وش الذي يجعل الإنسان يقوم من فراشه في آخر الليل ويتوضأ ويستقبل القبلة، يصف قدميه على سجادته ويستقبل القبلة يعبد الله؟ وش الذي يفعل ذلك غير إرادة ثواب الله؟ إذن أعمال الخفاء إذا حرص عليها الإنسان هذه من أعظم الأشياء المعينة على الإخلاص. وآخر الأسباب التي نذكرها وليس آخرها في الواقع، آخرها ذكرا وهو من أعظمها وأجلها أيضا، الاستعانة بالله تبارك وتعالى على تحقيق الإخلاص. القلوب بين يديه سبحانه وتعالى، ومن رزقه الله الإخلاص رزقه إياه. القلوب بيد الله سبحانه، فليلجأ الإنسان إلى الله تعالى ليرزقه إخلاص العمل. وقد كان أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه راوي هذا الحديث، كان من دعائه المأثور عنه أنه كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا من أجل الأدعية المأثورة عن الصحابة. اللهم اجعل عملي كله صالحا لوجهك خالصا، وأكد خلوص العمل لله، قال: ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم ولا يجعل لأحد فيه شيئا. فإذا الاستعانة بالله عز وجل في أمور العبادة كلها مطلوبة. الله تعالى قال: إياك نعبد وإياك نستعين. حق الأشياء أن تستعين الله عليها ما هي؟ العبادة نفسها، تستعين الله. من لم يعينه الله تعالى على أي شيء فلن يحققه. إذن من أراد عون الله تبارك وتعالى أو أراد أن يحقق غرضا من الأغراض فليلجأ إلى الله تعالى وليستعين به. وأعظم المطالب هو أن تستعين الله على أن يوفقك للعمل الصالح ويرزقك الإخلاص فيه، يجعل الإنسان هذا من ديدنه ومن همه، ومن لجأ إلى الله تعالى كفاه سبحانه وتعالى. فإذا هذا شأن الإخلاص وهذه أسبابه. قلنا هذا كله ماذا؟ نوع واحد من أنواع النية الشرعية. عندنا نوع ثاني، عندنا نوع آخر من النية لا بد من التفقه فيه أيضا، وهو النية الفقهية، النية اللي بمعنى أن يقصد إلى العبادة، لا يعمل العبادة هو غافل عنها أو غير مستحضر لها. وهذه تعرف عند العلماء أو يعرفها العلماء ببيان مرتبتيها. يقولون
النية، نية الصلاة، أنك يقول العلماء من شرط الصلاة أو من أركانها النية، من أركان الوضوء النية. كل عبادة لا بد لها من نية. هذه النية وش معناها؟ كيف شرحها العلماء؟ شرحوها ببيان مرتبتيها. قالوا النية بهذا المعنى الثاني لها مرتبتان: مرتبة تمييز العبادات بعضها عن بعض، ومرتبة تمييز العادات عن العبادات. تبان صعيبة شوية، تبان خلطة، لكن ضبط سهل، سهلة يسيرة. تمييز العبادات بعضها عن بعض وش يعني؟ يعني أنه توجد بعض العبادات هي في الصورة الظاهرة، في الشكل الظاهر متساوية، لكن كيف تختلف؟ تختلف بالنية. الإنسان لما يصوم من رمضان، الصوم هو تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لما تصوم فرض ولا نفل تختلف هيئة الصوم؟ لا تختلف. لكن إذا أمسكت في رمضان بنية أداء الفرض، هو يعتبر أنك صمت الفريضة. إذا أمسكت بنية صوم النافلة في غير رمضان، أو يعتبر صوم نفل. إذن وش الذي فرق بين صيام رمضان وبين صيام النفل؟ النية. إذن النية تميز العبادات بعضها عن بعض. نفس الشيء في الصلاة، تقوم تصلي ركعتين، قد تكون هذوك الركعتين صلاة فريضة، صلاة الصبح مثلا، وقد تكون نافلة. والنافلة أنواع، قد تكون راتبة الفجر، ولا قد تكون ركعتي الوضوء، أو قد تكون ركعتي استخارة، وربما تكون تطوعا مطلقا، تطوع وخلاص من غير أن يكون مقيدا بسبب. وكيف عرفنا أو كيف تميزت هذه الركعتين من هاتين؟ كيف ذلك؟ النية فقط. فإذا النية تميز العبادات بعضها عن بعض. وش الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنه لما يكون عبادة معينة سيفعلها المكلف، عبادة معينة مش عبادة مطلقة، عبادة معينة لا بد أن ينويها بعينها حتى تصح تلك العبادة. فالذي يريد أن يصلي صلاة الظهر لا يصلح أنه نوى أن يدخل المسجد للصلاة، تقول له شح تصلي، يقول لك مانيش عارف، لا أدري، راح نصلي وخلاص، ويأتم بالإمام في 4 ركعات. هذا صلى الظهر؟ لا، لم يصلي، صلاته غير صحيحة، لابد أن يعيد. لماذا؟ لأن النية غير صحيحة، نيته غير موجودة، ولو نوى الصلاة. لكن لا يكفي في العبادة المعينة نية مطلق العبادة، لابد من التعيين. وهكذا نقول، تلقى شخص ممسك يوم من الأيام عن المفطرات، وشك تفعل؟ يقول لك راني صايم في نهار رمضان مثلا. تصوم ماذا؟ يقول لك لا أدري، مانيش عارف، قالوا لي ما ناكلوش في نهار رمضان، مانيش ناكل. هذا صوم مأجور عليه؟ لا. قد يثاب على ذلك في النفل المطلق. النفل المطلق يصوم يوم من الأيام من غير أن ينوي شيئا، هو ناوي صايم لله وخلاص، هذا صحيح، مثل ما يقوم يصلي ركعتين نفلا مطلقا، يؤجر على ذلك ويثاب. لكن شوفوا الفرق بين نية عبادة مطلقة ونية عبادة معينة. النية إلى العبادة المعينة وش لازم لها؟ لازم لها تعيين النية، بحيث أنه لما يقوم للعبادة، كيف يحصل تعيين النية؟ لما يقوم لتلك العبادة يكون مستحضر في نفسه أنه سيصلي تلك العبادة المعينة، فهذا استحضار للنية حقيقة، ثم يبقى مستصحبا لتلك النية إلى نهاية العبادة، ما يبقاش مستحضر. انتبهوا إلى الفرق، هذا مهم ويوقع بعض الناس في الوسوسة. ماشي المطلوب أنه يبقى مستحضر للنية في كل الصلاة، المطلوب أن يبقى مستصحبا لحكم النية، يعني نوى في الأول، ومن بعد ولو غفل عن النية بعد ذلك لا يضره، المهم أنه لم يرفض النية، لم ينوي عكسها. من واش باللي خرج من الصلاة لما نوى، لما كان ماشي للمسجد وناوي باللي يصلي الظهر، ولم يعرض له ما يرفع تلك النية أو يغيرها، إذا قام في الصف وكبر خلاص، هذا راه ناوي صلاة الظهر، ولا يضره أنه غفل عن النية بعد ذلك. ومن ظن أن المراد استصحاب النية في كل وقت، بحيث أنه لما يغفل عن النية في أثناء العبادة يعيد الصلاة، هذا التشديد كبير لا يمكن أن تأتي به الشريعة، لأن النية أمر خفي وتعزب. فإذن الواجب ما هو؟ استحضار النية المعينة في بداية العمل، ثم ماذا؟ استصحابها إلى نهاية العمل، بحيث لا يرفضها، ما يغيرش النية، ما يكونش يصلي وبعدين يستحضر أنه خلاص أو خرج من الصلاة، يكون يصوم وبعدين ينوي أثناء رمضان باللي خلاص أنا فاطر دوك ناكل. هذا إذا نوى
أنه ترك العبادة، هذا يسمى في الفقه رفض النية. استصحاب النية ما هو؟ هي أن لا يرفضها، تنويها في البداية وتحافظ عليها. وبذلك تعلم أن النية سهلة ولا صعبة؟ أسهل شيء، لا أسهل منها، لأن النية موجودة عند كل عمل. لما تكون ناوي، لما تكون ماشي إلى أي عمل، رأي النية هذيك هي. كيف أنوي الصلاة؟ لما نضت تصلي هذيك هي نية الصلاة. لما رحت للماء وتوضيت وخرجت للمسجد هذيك هي النية. فإذا النية سهلة، لكن الصعوبة أين؟ اللي لابد من الحذر منها هي الغفلة عن عزوب النية. أحيانا الإنسان يفعل العمل باستمرار، كل يوم على نفس العمل بنفس الرتم، ربما يلحق في بعض الأحيان أنه يفعله من غير أن يشعر، من غير أن يشعر باللي عمل هذاك العمل. هل حدث لأحدكم أنه في يوم من الأيام لما دخل إلى الخلاء وخرج لم يستحضر أنه سيتوضأ حتى يلقى روحه يغسل في رجليه، كمل الوضوء ولم ينتبه؟ تحصل ولا لا تحصل؟ حصلت هذه، أنا تحصل لي أحيانا. إذا حصلت هذه وش يعني؟ تعاود تتوضأ، الوضوء هذا غير صحيح، لأن الأحيان الإنسان يكون الذهن شارد. الإنسان إذا تدرب على شيء معين يولي أحيانا يفعله من غير أن يستحضر النية في ذلك، يغفل. أحيانا أنت تكون مثلا رايح للعمل، أحيانا لا تنتبه أنك ماشي للعمل حتى تلقى روحك في نصف الطريق، لأنه هذا شيء تفعله دائما. فهذا الروتين هذا يقتل النية، وهذه لابد من الحذر منها، لأنه هذه تقلب العبادة عادة، تقلب العبادة عادة، يولي الإنسان عمله لا يثاب عليه. نعم، مثلا الصيام في رمضان، لكن يقول الصيام في رمضان بمعنى أنه يولي ينوض صباح وهو صايم من غير أن ينوي الصيام. هو لا يبطل لأن الصيام هي مجرد أن الإنسان استحضر النية وكياو يفطر، هو مستحضر باللي غدوة راوي يصوم، فهذه تكفي. ولذلك قال مالك رحمه الله، قال نية الصوم تكفي عن نية واحدة عن شهر كله، نية واحدة عن شهر كله، لأنه من أولها مناوي أنه كل يوم راهو صايم، فلا يشترط أنه لازم يفطن ويستحضر النية ويسحر، فصيامه صحيح. لكن الواجب قلنا هو الحذر من هذه الإلف. يذكر بعض الناس عن نفسه أنه أحيانا يخرج من المسجد ويجد نفسه خلف الإمام في الصلاة من غير أن يتذكر أنه نواح يصلي. هذا إذا وجد نفسه هكذا وش يدير؟ نعم، يقطع الصلاة، يخرج من الصلاة، يعود يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام. لكن هذه لا تحصل دائما، حتى لا تفتحوا على أنفسكم باب الوساوس. ما دامك مستحضر بلي راح تصليها ناوي، احذر فقط من هذه الغفلة لدرجة أنك تولي تعمل العمل مثل الآلة، لا تستحضر النية أصلا. هذه الصورة الوحيدة التي يبطل فيها العمل إذا لم تستحضر النية. أما الباقي الأصل أن النية موجودة. إذن هذا وش قلنا؟ هذه الدرجة الأولى اللي هي، أو المرتبة الأولى اللي هي تمييز العبادات بعضها عن بعض. عندنا مرتبة ثانية وهي مهمة أيضا، هذه تمييز العبادات عن العادات. إذا قلنا في تمييز العبادات بعضها عن بعض، مجموعة من العبادات صورتها مشتركة، أنت تميزها بالنية. إذن هذه وش تكون؟ عبادة وعادة صورتها واحدة، أنت تميزها بالنية. العبادة والعادة لما تكون صورتهما واحدة، مثل الغسل قد يفعله الإنسان عادة تبردا ولا تنظفا، هذه عادة، وقد يفعله عبادة، يفعله بنية غسل الجمعة ولا بنية رفع الجنابة، فهذه عبادة وهذه عادة، مع أن الصورة الظاهرة واحدة اللي هي تعميم البدن بالماء. لكن لو دخل شخص إلى الحمام وتوضأ بنية واغتسل بنية التنظف، وبعد لما خرج من الحمام أذن المؤذن للصلاة، يجوز أن يصلي بهذاك الغسل ولا لا؟ لا يجوز له أن يصلي به. لماذا؟ لأنه لم ينوي. إذن حتى تتميز العبادة عن العادة لابد من النية. لما يجي يعمم بدنه بالماء ينوي بذلك رفع الحدث، فلما نوى رفع الحدث تميزت العبادة عن العادة وصار عمله ذلك عبادة ترفع الحدث ويجوز أن يصلي به. وهكذا قل في من يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعض الناس أحيانا يروح قبل الفجر إلى عمله وبعد ينشغل بالعمل، لا يأكل حتى بعد المغرب، ماشي لأنه كان صايم، ما كانش عنده الوقت ليأكل، هذا يعتبر صائم؟ لا يعتبر، مع أنه أمسك من قبل الفجر إلى غروب الشمس، لم يأكل شيئا، لم يتناول شيئا من المفطرات، لكن هذه عادة ليست عبادة.
حتى لو جدد النية أثناء النهار لا يصلح أن يكون نفلا، لأن العبادة تنوى من الأول، إلا على قول من يقول من العلماء إن النفل يصح بنية من النهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دخل على بعض أزواجه يقول هل عندكم طعام؟ فإذا قالوا لا قال إني إذن صائم، فينشئ الصيام من ذاك الوقت. فقال العلماء إذن هذا تخفيف من الله تعالى وتسهيل له في تكثير أبواب النفل. وربما تجينا مناسبة إلى الكلام عن هذا المعنى، اللي هو أن الله تعالى وسع أبواب النوافل وفسحها تكثيرا لها. من أجل ذلك مثلا شرع صلاة النفل على الراحلة للمسافر باش يسهل أمور النوافل. من تسهيل أمور النوافل على هذا القول أنه ينشئ النية صوم النفل من أثناء النهار، يشوف روحه بلي ماهوش قادر اليوم يأكل لأنه مشغول بزاف، ماهوش قادر يفطر، ما عندوش الوقت، أو أنه ما عندوش وش يأكل، أو في مكان بعيد لا يوجد فيه أكل، أو راه فقير، أو خرج من البيت وما رفتش معاه فلوس، ينويها صيام. قالوا يأخذ أجره من هذاك الوقت إلى المغرب، يعني ما يديش أجر تاع من الفجر، يدي أجر من الإمساك. وهو قول قوي وظاهر الحديث معه وإن كان فيه خلاف. لا لازم يكون مكلاش. نعم لابد أن يكون مكلاش. احنا وش نقول في مكان ليس فيه أكل. تنبيه حسن، قال كاين اللي يشرب قهوة الصباح ومن بعد ينوي الصيام، لا هذا أكيد أنه لابد أن يكون لم يأكل شيئا. الغرض ماذا؟ الغرض أنه لما تكون العبادة والعادة مشتركان في الصورة، العبادة تفصل النية، تفصل العبادة عن العادة. وأذكر لكم في هذا مثلا عظيما جليلا كلنا معنيون به، وترون أثر النية في حياة المسلم وأثر الغفلة عن النية أيضا في حياته، وهو قضية النفقة. هذه كل واحد فينا ينفق على أهله وعلى أولاده، لا سيما اللي عندهم بيوت، وربما أقل واحد فينا ينفق 50,000 في اليوم، وبعضنا 100,000 وبعضنا أكثر من ذلك. طيب تخيلوا لو أننا قلنا لكم باللي فلان من الناس، هذا من أهل المسجد تعرفونه، ربي فاتح عليه كل يوم يأخذ 100,000 يصرفها على 10,000 مثلا، ويوميا يتصدق بها على الفقراء والمساكين، يوميا يتصدق ب100,000. وش تقولون في هذا الإنسان؟ وش العمل هذا يعني؟ وش يرجى له؟ ها الحاج ثواب كبير ولا لا؟ كل يوم 1000 دينار. الناس سيعظم في نفوسهم هذا شخص ما شاء الله فاعل خير، لأنه يوميا يتصدق بهذا 1000 دينار. لكن وين يتبين الغبن؟ يتبين الغبن أنه إحنا كلنا نفعل هذا، كلنا ننفق مثل هذا على أهلنا وأولادنا يوميا، بصح نفعلها ماشي بنية الثواب، غافلون عن نية الاحتساب. نفعلها لأنه عندك ذراري لازم تصرف عليهم، هذا فقط. عندك أولاد يقولوا لك خص كذا تروح تشري، لكن من منا يستحضر أن النفقة على العيال عبادة وطاعة لله، وأنه يثاب عليها، يصير مثل هذا اللي نهضروا عليه، يوميا يتصدق ب100,000، هذا أفضل منه، لأنه ما يتصدقش بها على الفقراء والمساكين فقط، يتصدق بها على عياله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تنفقه على رقبة، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تنفقه على أهلك، أعظمها أجرا الذي تنفقه على أهلك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظمها أجرا يعني أعظم من دينار تنفقه في الجهاد في سبيل الله، وأعظم من دينار تنفقه على المساكين، وأعظم من دينار تعتق به مملوكا، أعظم من ذلك كله دينار تنفقه على أهلك. فإذا تخيلوا لو وفق عبد تعلم النية وصار هذه النفقات اللي ينفقها يوميا على أهله وعياله يحتسب ثوابها عند الله، يحتسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هذا ثواب عظيم. قال حتى ما تجعله في امرأتك، يعني حتى ما تأكل امرأتك من مالك، هذا أجر عند الله. قد قال أبو قلابة رحمه الله لما روى هذا الحديث، حديث أعظم الصدقة، أفضل الصدقة صدقة الرجل على عياله، قال أبو قلابة تابعي جليل فقيه، قال وأي رجل أعظم أجرا من الذي ينفق على عيال ضعفاء يغنيهم الله به وينفعهم.
بمعنى هذاك المسكين اللي لم تعطي، إذا لم تعطيه أنت قد يعطيه غيرك، هو عند باب المسجد، لكن ولدك الصغير الذي لا حول له ولا قوة إذا لم تنفق عليه أنت، من ينفق عليه؟ لا أحد. إذن شكون أوجب وشكون أكثر أجرا؟ هذا. لكن إحنا سبحان الله لما تنفق على مسكين تلقى هذاك الإيمان في قلبك، تستحضر النية وتلقى سعادة الإيمان وسعادة النفقة. لكن تنفق الآلاف المؤلفة، راك تقطع نفسك يوميا باش تنفق على عيالك ولا تجد هذاك الإيمان ولا تجد هذيك الحلاوة. بسبب ماذا؟ الغفلة عن النية، بسبب الغفلة عن النية. ولذلك النية، قال بعض السلف، هذا معنى قول بعض العلماء: نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن خير من عمله. وش يعنون بذلك؟ يعنون بذلك أن النية من جهة قد تأخذ الأجر على عمل وأنت لم تعمله، لأنك كنت ناوي الخير وما قدرتش. يقول الناس قديما الكبار، وهذا من الكلام المأثور الحسن عنهم، يقولون نوي الخير تلقى الخير. من هذه الكلمة من معانيها الحسنة أنك انوي الأجر، انوي العمل الصالح، حتى لو لم تقدر عليه ولم توفق إليه تجد ثوابه عند الله، تجد ذلك الخير عند الله، لأنك لم تقدر عليه. وسيأتينا حديث مفصل في شرح في هذا المعنى في 40 نأتي عليه إن شاء الله تعالى. فإذا تنوي العمل ولا تقدر عليه تأخذ أجره. ثم إذا عملته يتفاوت العمل الصالح بصلاح النية وخلوصها تفاوتا عظيما، وقد يدرك الإنسان بعمله الدرجات العالية، وقد يعمل العمل من أعمال الدنيا يريد به وجه الله والثواب والاحتساب، يصير له قربة من القربات يثاب عليها. يأتي الأعمال المباحة، نعم تفضل، يأتي المباحات ويؤجر عليها. إذا نية المؤمن تبلغ به ما لا يبلغه عمله. وهذا يبين لكم حاجتنا الأكيدة إلى أن نتفقه في النية ونتعلم أحكامها. وقد كان بعض العلماء يقول: وددت لو أن رجلا يجلس الناس لا يعلمهم إلا النية، لعظمة شأنها في حياة المسلم. نعم. يقوم بالعمل بدون نية ويؤجر عليه؟ لا يمكن أن يقوم بالعمل ويؤجر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وش معنى الحديث؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، معناها لا تأخذ من عملك إلا ما نويت. ما يمكن أن الإنسان لا ينوي بالعمل الثواب ويأخذ الثواب. الذي يمكن ما هو يريد أن يقول مثلا كون الإنسان المؤمن المتعفف يحرص على أن يكتسب القوت لولده، ما هوش مستحضر النية، صح؟ مع ذلك هو مؤدي الواجب عليه، اللي هو أنه أنفق على عياله واجتهد في الكسب وما خلاهمش محتاجين. وإن لم ينوي يثاب ولا يثاب؟ نقول نعم يثاب، لكن لا يثاب على كل صدقة تصدق بها لم ينويها. كما هذاك اللي يستحضر النية يولي يوميا كل أعماله التي كل نفقاته يؤجر عليها. هذا يؤجر بمعنى العام، يؤجر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر من أهل الجنة المؤمن العفيف المتعفف، هذاك الفقير اللي يجتهد في تحصيل نفقة عياله، رغم أدي الواجب عليه. إذن إجمالا على كونه محافظ على الواجب يثاب، نعم. وهذا من خير أعمال المؤمن أنه يقوم بواجبه عليه وما يضيعش عياله، حتى لو لم ينوي بها العبادة، ينوي أنه هذا مبدأ وهذا واجب علي، وأولادي ما كاش لي يقوم عليهم غيري، وأهلي من حسن العشرة أنني أنفق عليهم، هذا يثاب. لكن فرق كبير بين أن يثاب إجمالا وبين أنه يتفقه في النية وتولي أعماله كلها وحركاته وسكناته كلها يثاب عليها. يولي كما قال معاذ رضي الله عنه لما سأله أبو موسى الأشعري، قالوا: كيف تقرأ القرآن؟ وكلاهما صحابيان فقيهان جليلان، أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان على اليمن، قسم بينهما اليمن، واحد فوق واحد تحت. قالوا: كيف تقرأ القرآن؟ قال معاذ رضي الله عنه: قالوا: إني أنام فأخذ جزءا من نومي ثم أقوم آخر الليل فأقرأ القرآن، ثم أقوم في الليل بعد أن يأخذ شيء من النوم يستريح، قال أقوم فأقرأ القرآن. قال: فأحتسب قومتي كما أحتسب نومتي، يعني ينام يؤجر على نومه، لأن النوم مثل القراءة، نام ليتقوى على العبادة ثم قام للعبادة. إذن صارت القومة مثاب عليها والنومة مثاب عليها. وهذا فرق كبير بينه وبين شخص يثاب إجمالا على حفاظه على الواجب عليه.
اللهم صل وسلم. ذكر فيهم واحد جاء بنية وخرج يسأل واحد دراهم ولا جاء قال إن فيهم فلان جاء لي حاجة قال ذلك من قوم لا يشقى معهم جالس ثم هذاك نال الأجر لا يشقى لأنه هو جالس. نعم أحسنت. هو يقول هذا شخص لم ينوي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني شخص جلس في مجلس الله تعالى رضي عن أهل ذلك المجلس فغفر لهم، قالت له الملائكة فيهم فلان هذا جاء لحاجته عنده شغل برك جاء قعد معاهم، قال الله تعالى أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم، ويقول أخذ الأجر. نقول نعم أخذ الأجر، لكن هل أخذ أجر مجلس الذكر ولا أخذ أجر مجالسة الصالحين؟ ماذا أخذ؟ أخذ أجر مجالسة الصالحين، وهذه مجالسة الصالحين أخذها بنية، دارها بنية، ما كاش منها وقاعد مع ناس بلا ما نوى يقعد معهم، راه ناوي أنه جالس مع أهل الصلاح في مجلس ولو كان له قصد غير قصدهم، بصح أجر العلم وأجر حضور مجالس الذكر أخذه؟ لا، فرق بينهما. ولهذا أحيانا كما قال ابن القيم ونختم بهذا، قال أحيانا يجتمع الناس على صحن واحد، 3 يأكلوا في صحن واحد، واحد مثاب وواحد معاقب مأجور آثم والآخر لا ثواب له ولا عقاب. كيف ذلك؟ بالنية. واحد أكل ليتقوى على المعصية وناوي يروح يضارب مع جاره، كلا باش يكون قوي ليشاجر جاره، هذاك آثم ولو أكل معهم في الصحن. والآخر راه يأكل لأنه عنده طاعة عنده عبادة أو ينوي أن يقوم بها، ناوي يروح يخدم على أولاده بنية النفقة على عياله والأداء الواجب عليه، فراه مثاب. والثالث راه يأكل لأنه عجبه الطعام، لا نية له لا هذا ولا هذا. فإذا وش عندنا 3 في صحن واحد، أحدهما آثم والآخر مثاب والثالث لا له ولا عليه بحسب النية. فتفقهوا في النية رعاكم الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته. السلام عليكم.